يا جماعة اطفوا النور تماما، البسوا السماعات واستعدوا، لأننا النهاردة مش بنحكي خيال، احنا بنغوص في لغز حقيقي حصل في المحيط الهندي. قصة السفينة عذراء المحيط 62 اللي اختفت في ثانية واحدة سنة 2006 بكل طاقمها، ورجعت بعد 5 سنين وهي طايفة في نفس المكان سليمة تماما، بس مفيش عليها روح بشرية واحدة. الحكاية بدأت لما أجهزة السفينة كلها فصلت فجأة واختفت من على الرادار، وكأن البحر انشق وبلعها. ولما ظهرت تاني كانت ريحة ملح قديم وصدق بتغطي على ريحة لحم فاسد مالية المكان. أول فريق إنقاذ طلع على ظهرها لقوا الساعة البحرية في عنبر القيادة واقفة عند ميعاد الاختفاء بالظبط، وكأن الزمن اتجمد جوه جدرانها الحديدية. وقبل ما نعرف الكيان اللي كان مستني فريق الإنقاذ في السرداب والرسالة المرعبة المكتوبة بالدم اللي لقوها تحت المحركات، انزل دلوقتي، اخبط اللايك المتين وانضم لجيش قبل نص الليل بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وقول لي في التعليقات، لو شفت سفينة مهجورة في نص المحيط قلبك هيطوعك تدخلها؟ البحارة نزلوا عنبر المحركات ولقوا كلمة واحدة مكتوبة بالدم على الأرضية: لا تفتحوا الصندوق. وفي اللحظة دي سمعوا صوت خبط عنيف جاي من تحت أرجلهم، وكأن في حد محبوس في خزان المية. واحد منهم بص في مراية القيادة وشاف طاقم السفينة الأصلي كله واقف وراه صف واحد، ملامحهم ممسوحة تماما وعيونهم عبارة عن ثقوب سودة بتنزف ضلمة. صريخهم ملأ أرجاء السفينة، وفي ثواني البحارة الثلاثة وقعوا في المية بصمت وكأن البحر ابتلعهم للأبد. النهاردة السفينة دي مركونة في ميناء مهجور، وممنوع أي حد يقرب منها، وأي حد بيعدي من جنبها بالليل بيسمع صوت تزييق الأبواب وهمس طالع من الضلمة بيقول: تعالى، السفينة محتاجة طاقم جديد. الأرواح ما بترحمش يا جماعة، والبحر ما بينساش ضحاياه أبدا. استنونا في الحكاية الجاية قبل نص الليل.